السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا ومرحبا بكم فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الشوربه كتجي بنينه ولذيذه، واكيد ان شاء الله غادي تعجبكم وتنال رضاكم. مقاديرها بسيطه ولكن النتيجه كتكون رائعه ولذيذه في هذا لذيذه المذاق. غادي نحتاجوا لها ان شاء الله. عندي هنا تشكيله ديال الخضره مقطعه على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. عندي بطاطا مقطعه رقيقه، وعندي القرعه الخضراء بنفس الطريقه، خيزو حتى هو خديته قطعته رقيق. عندي جوج جزرات وجوج قرعات وجوج بطاطات، وعندي هنا واحد قيس جوج معالق كبار ديال القزبر ومدنوس. عندي واحد شويه ديال البروكولي اللي قطعته رقيق، واحد شويه ديال الكروفيت والكالامار، وشويه ديال الشعريه الصينيه، والماء فاش سلقت هذاك الكروفيت ما كنضيعوش، كنسلقو كنصفيو كنحصل على هاد النتيجه هادي. وبالنسبه للطري ما غاديش ندير بزاف، غندير غير الملحه وسكينجبير والكروفيت اللي كنت حمرته وطحنته بحال هكذايا. صافي هادو هما العناصر. وغادي نزيد واحد عصير حامضه، وعندي واحد البصله اللي كنت قطعتها رقيقه، وواحد جوج فصوص ديال الثومه وزبيته بلديه بطبيعه الحال باش نلقى نشحر هاد الوصفه هادي. على بركه الله غادي ندوز لطريقه التحضير. صافي هنا درت شويه زبيته بلديه صافي، وغادي نشحر مزيان هذيك الثومه مع البصله كتشحر مزيان. ضروري تخليو هاد البصله تشحر باش تعطيكم البنه زوينه في هاد لاصوب. انا غادي نشحرها ونرجع معكم. من بعد ما تشحرات البصله كما كتشوفوا كتشحر مزيان صافي، غادي نضيف ديك الخضيره حتى ضروري نشحروها باش تجي بنينه، والربيع هذاك البروكولي غادي نضيف داك نص حمضه عصير حمضه. غادي نخليها تشحر مزيان هاد الخضره ونرجعو نكملو باذن الله. غادي نضيف ديك العطريه اللي بغى يضيف البزار يضيف. انا ما غاديش ندير البزار فيها، نتوما ضروري تضيفوا واحد شويه ديال البزار. صافي نخلط مزيان هاد العناصر ونخليهم يتشحروا مزيان باش الخضره تجينا بنينه في هاد الشوربه هادي، ونرجع معكم باذن الله. وغادي نضيف واحد شويه ديال الشامبينيون طري، انا ما حطيتوش في المقادير، كنت حاطه وما درتوش ما حطيتوش. صافي قطعته هكذايا رقيق. وغادي نحرك حتى هو مزيان. غادي نخليه يطيب واحد شي شويه ويتشحر حتى هو. صافي من بعد ما تشحرات هاد العناصر غادي ندير لهم داك الماء ديال الكروفيت اللي فاش سلقنا، وغادي نخليها تطيب. فاش نقرب نطفي عليها صافي غادي نضيف ليها هاد الكروفيت والكالامار باش ما يقصحوليش بزاف، يطيبوا غير على القياس. صافي نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديال هاد الشوربه. وهذا هو الشكل النهائي ديال لاصوب اللي قدمت معكم اليوم. كتجي غزاله بنينه البنات، ما تخيلوش اللذه اللي فيها. وانتما كتجي خاتره، ما كتجيش جاريه غير الماء والصغاريت فيها، نتوما كتجي
فنة ورائعة ولذيذة، عامرة بالخضر وداك الحوت اللي درنا فيه والشامبينيون، كتجي بنينه بزاف ولذيذه، واكيد ان شاء الله الا جربتوها غادي تعجبكم وتنال رضاكم. بالنسبه للناس اللي ما كيبغولهاش ولادها الخضره، هذه احسن وصفه باش تخلي ولادكم ياكلوا الخضره، لان بالبنه اللي فيها اكيد غادي ياكلوها وغادي تعجبهم باذن الله. كما شفتوا مقادير بسيطه ومتوفره في كل بيت، ولكن النتيجه كتجي واحد اللذه رائعه في هذه الشوربه. ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. كنشكر الناس الجداد اللي انضموا للقناه، كنقول لهم مرحبا بكم والف مرحبا والدار داركم. ما ننساش نشكر الناس القدام اللي كيخليوا لي تعاليق في الفيديوهات، كنقول لهم شكرا لكم من كل قلبي. شكرا لكم على حسن المشاهده، والى فيديو قادم باذن الله.